معشر الوداديين والوداديات، السلام عليكم. في فيديو هذا النهار سوف نتعرف على جميع أخبار نادي الوداد الأمة زائد آخر مستجدات هذا النادي، فلا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك من أجل الانضمام إلى العائلة الودادية. نبدأ بأول خبر اللي هو اقتراب التعاقد مع شركة أوبتيميم. للإشارة هذه الشركة كتكلف بالديجيتال، يعني غتكلف بمواقع رسمية للنادي الوداد الرياضي، زائد غتسرع من الموقع الرسمي اللي اصلا شحال هادي وعد به سعيد النصيري في الرئاسه ديالو، وعد به الجماهير الوداديه. غتسرع الوتيره ديال هذا الموقع الرسمي باش يكون متاح للجماهير الوداديه. بخصوص الشركه مازال ما تعاقدت بشكل رسمي، ولكن هي الاقرب للتولي هذه الخدمه ديال الديجيتال. النقطه اللي عجبتني في ايت منا انه شاف نظرة استباقية لهاد الحوايج، مثلا جروب ديجيتال، المستشيرين، الأقمصة النادي. المهم السيد عارف شنو كيدير، يعني عارف بأن الأرباح كتجي من هاد الشيء وغيخدم على هاد الشيء. الحمد لله كنا السباقين بأننا نشرنا هذا الخبر ديال أن جبران سوف ينتقل إن شاء الله للنادي الكويتي، واليوم بشكل رسمي راه جبران كيوجد راسو باش يمشي للديار التركية، تما فاش كاين النادي الكويتي غيدير الاستعدادات ديالو باش يقوم بالفحوصات الطبية ويكمل إجراءات التعاقد مع نادي الكويتي. يشار إلى أن جبران فاز مع الوداد بلقبين للبطولة ولقب عصبة الأبطال الإفريقية. المهم السيد عنده بالماريس كبير والله يسهل عليه. رسميا نادي الاهلي المصري كيرفض جميع العروض ديال الانديه الوطنيه زائد الانديه اللي غتشارك العام الجاي في دوري ابطال افريقيا. هنا كيبان بان فريق الاهلي المصري عنده عقليه كبيره واحترافيه. علاش؟ لانه كيشوف بان اللعاب ما غنعطوش اللعاب لواحد غينافسنا العام الجاي في عصبه الابطال الافريقيه ولا غينافسنا في شي حاجه. بالعكس، حنا في البطوله الوطنيه رضا سليم كان في البطولة ديال 2022-2023 كان هو النجم، وكان عنده عروض بزاف وفضل العرض ديال الاهلي. يعني حنا النجم ديال البطولة ديالنا كتديه الاهلي المصري، وهي باش تسرح لك شي لاعب ما يمكنش. اما بخصوص الاشاعات اللي قلت لك محمود بن تشيك بانه وقع في صفوف نادي الوداد الرياضي، فهذه مجرد اشاعات واخبار كاذبه. كاينين مفاوضات فعلا مع محمود بن تشيك، ولكن اللاعب اصلا هو رافض، كي بحال قلتي رافض الفكره مسبقا، لانه باغي يحترف وباغي يكمل في الاحتراف. زائد راكم عارفين اللاعب الانتماء ديالو شحال من حاجه. المهم هو في واحد التصريح ديالو قبل هذه بيومين قال لك مازال ما كنفكر انني ندخل نعاود نلعب في المغرب، وانا عندي عقد ساري المفعول مع الفريق ديالي، يعني باغي يحترف وباغي يكمل في الاحتراف. هاد موكوينا ليس بمدرب، بل انه لاعب فريق ساوندونز. من كثرة ما ولينا كنلعبوا مع ساوندونز كل عام، يا في دوري ابطال افريقيا يا في الدوري الافريقي، ولينا كنعرفوا اللعابه ديالهم مزيان. هذا تقدم ليه الوداد بعرض رسمي، والمهم هو غيناقش العروض اللي جاو ليه كاملين. يقدر يكون صفقة الموسم بالنسبة للوداد الرياضي. سيتم رسميا إعلان عن مدرب نادي الوداد الرياضي اليوم في الموقع الرسمي لنادي الوداد الرياضي، وفي مركب بن جلون عن المدرب الذي سيتولى تدريب نادي الوداد الرياضي.